النهاردة هنعمل مع بعض بلوبيف في البيت بنفس تركات المصانع، بس الفرق بينه وبين بتاع المصانع ان هو مفهوش مواد حافظة. طريقته مضمونة وعارفة ايه المكونات اللي انت حطاها، ومن عمايل ايديكي كده وهتاكليه من غير قلق ان هو مفهوش مواد حافظة، وحاجة كده بيتي والطعم هو. وجربي الطريقة بتاعتي وتحدي في الطعم والشكل. بصوا حبايبي، الكمية دي كلها انا طلعتها من نص كيلو لحمة بس. هنقطعه كده مع بعض ونشوف الشكل. خطير خطير خطير، وريحته يا جماعة نفس ريحة العلبة كده لما بتفتحيها. بصوا الجمال والحلاوة. بلوبيف ده ولا مش بلوبيف؟ هناخد حتة كده وادوق عشان اقول لكم طعمه خطير. الكمية دي كلها يا جماعة انا عملتها بنص كيلو لحمة، وشايفين الشكل والجمال زي بتاع بره بالظبط. هناخد كده شريحة من اللي احنا قطعناها. بصوا طري زي الجاهز وريحته جميلة جدا. هنخش بقى على المكونات كده اوام اوام. كل اللي انا هحتاجه يا جماعة: معايا كوباية من المية، معايا بصلاية متوسطة مقشراها ومقطعاها 4/4، معايا من فصين ل3 توم، معايا معلقة كبيرة من مرقة الماجي اللي هي بتاعة اللحمة، ومعايا كمان ربع معلقة ملح، ومعايا ربع معلقة فلفل اسمر. اللحمة لازم يبقى فيها نسبة دهون، انا هنا مستعملة نص كيلو لحمة. معايا كمان 4 ورقات لوري، ومعايا 4 فصوص حبهان. والمكون الاساسي بقى للتماسك بتاع البلوبيف: معلقتين كبار من الجيلاتين. في شفشق الخلاط وهنزل بكوباية المية، ومعاهم كمان البصل والثوم، والمعلقة الكبيرة اللي هي الماجي الفوري اللي هي بتاعة اللحمة، والملح والفلفل. هنضربهم بقى كده ضرب مبرح لغاية ما يعني يبقوا ناعمين خالص في حلة، وهنزل بالخليط بتاعنا. وكمان هضيف نص كيلو اللحمة المفروم، وزي ما قلنا يا جماعة يبقى فيه نسبة دهون. الموضوع سهل وبسيط. هنزل بقى دلوقتي بورق اللوري والحبهان، هديهم تقليبة كده وهرفعهم على النار. انا هنا رفعتهم على النار وهسيبهم يغلوا على نار عادية الاول، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا معايا معلقتين الجيلاتين، ومعايا كمان نص فنجان ميه. هو فنجان بس انا هنزل بنص فنجان الاول واشوف هنحتاج تاني ولا لا. جيلاتين يا حبايبي بنجيبه من عند العطار وهو مش غالي. في جيلاتين حيواني وجيلاتين نباتي، انا هنا مستعمله الجيلاتين الحيواني. هقلبهم كده بشويه ميه عاديه من الحنفيه واركنهم دلوقتي على جنب. هنرجع بقى كده نشوف الحله اللي احنا سايبينها على النار. هي ابتدت اهيت هتغلي. هبتدي اقلب كده فيها وافكك اللحمه من بعضيها. ابتدت تغلي اهيت وخدت كلها لون واحد. بعد كده وطيت عليها النار خالص وسبتها، خدت لها من نص ساعة، يعني تقريبا نص ساعة على نار هادية خالص زي الرز كده لغاية ما شربت المية بتاعتها. وطفيت عليها وسبتها بردت. دلوقتي بقى انا هبتدي اشيل ورق اللوري كده وصوص الحبهان. ولازم يا حبايبي نشيل الحبهان ونشيل ورق اللوري. صدقوني الطريقة دي مش مكلفة ومضمونة. انا هنا طبعا بعد ما شلت ورق اللوري وشلت الحبهان، بصوا انا بسيب نسبة مية بسيطة خالص فيها اهي بوريكم. هننزل بقى باللحمة في الكبة بعد ما بردت وبعد ما شلنا منها ورق اللوري وشلنا منها الحبهان. هنزل بالجيلاتين، وكمان هنا هنزل ده لون طعام بجيبه برضو من عند العطار، في اللي هو البودرة دوت وفي اللي هو السائل.
انا بصراحة لقيت ده هو المتوافر عنده فجبته وجميل جدا. هنزل كمان بمعلقة كبيرة سمنة بلدي، دي سمنة بقري، يعني يا حبذا لو انت عندك سمنة جاموسي عشان تبقى بيضة كده، البلوبيف هيطلع زيه زي بره بالظبط يعني كشكل، لكن هو الطعم اللي انا عاملاه هو ونفس طعم البلوبيف بتاع يعني العلب، والعلب كمان اللي هي ليها اسم يعني. ضربناه هنا كويس في الكبة. بعد ما ضربناه كويس واللحمة نعمت معانا، شايفين بقت عاملة ازاي وشايفين اللون بتاعها. هنركن بقى دلوقتي الكبة كده على جنب، وهجيب العلبة اللي انا هحط فيها البلوبيف وانزل كده بمعلقة سمنة حلوة، وبالفرشة كده بوزع السمنة في العلبة كلها عشان لما اجي اكبها ايه ما تبقاش لازقة. وهنزل بالبلوبيف. بعد كده بقى ايه همسك العلبة كده ايه اهزها واخبطها كده بالراحة كام خبطة عشان لو فيها هوا يطلع منها وتبقى متساوية كده تمام وزي الفل. لو وصلتوا معايا لغاية هنا قولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد وايه رأيكم في وصفة النهاردة الخطيرة دي. هنقفل هنا بقى علبة البلوبيف كده ونحطها في الفريزر يعني من ساعتين كده لساعتين ونص، وابتدي بقى اقطع البلوبيف بتاعنا. لو مش مستعجلة ومش عايزة تحطيها في الفريزر ممكن تحطيها في التلاجة عادي على الرف لمدة من 4 ل5 ساعات. انا هنا بقطع البلوبيف اهوت، ريحته جميلة وزي ما احنا شايفين كده شكله خطير وطعمه يجنن، صدقوني هيوفر معاكم كتير، وكفايه ان انتوا بتاكلوا ولادكم حاجه من غير مواد حافظه ومضمونه انت اللي عاملاها في البيت. بص الشكل والحلاوه. اتمنى تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها ايه، وما تنسونيش بقى في لايك وشير، واشوفكم على الف خير.